بشوفها بشكل يومي وعارف الشغل كده مثلا او اي حاجه. فبقى قاعد قدامها والاقي المنزله صور مين دي؟ يعني دي انت دي يعني فاهم الموضوع بيبقى برضه مخيف شويه اللي هو الشخص ده شكله متغير قوي على التليفون. فكره بقى الميتافيرس اللي بيعملوه وان انا بقى هعمل لك شخصيه افتراضيه بيعلي اكتر وهتروح تزور العالم كله وانت قاعد في بيتك وما بتعملش اي حاجه غير انت زي ما بتقول بتاكل وبتنام. بص السوشيال ميديا دي تاثيرها عامل بجد عامل زي المخدرات بجد. يعني في دراسات بتقول انه عامله زي تاثير الكوك بالظبط. هي تديك الدوبامين العالي. ايه اللي بيحصل لك لما بتشد لاين في الكوك؟ الدوبامين بيعلى جدا في جسمك فتفضل حاسس بالنشوه ومبسوط. ازيكم عاملين ايه؟ في الحلقه السادسه من بودكاست كلام مش مهم معاكم احمد حسام واحمد البكل. ازيك يا حس؟ ازيك يا اول؟ ايه الاخبار؟ لابس لك بينك بس النهارده الجو حر شويه فقلعت الجاكيت. اوكي ماشي. انت كل مره بتروق علينا اكتر مره اللي قبلها. بص انا قلقان من الحلقه اللي جايه. الحلقات الجايه كلها الوان مجهزها يعني انا عارف انت عمال بتقلع فانا قلقان من اللي جاي يعني. حلقه جايه على البحر. ايه الاخبار؟ كله حلو. انت عامل ايه؟ كله حلو الحمد لله. الحمد لله. مسودها انت ليه؟ انا ما لازم بقى واحد يبقى مفتح الدنيا واحد مغمقها عشان ايه الالوان يعني لان ما تضربش في كونتراست بالظبط بالظبط. يلا الفيديو النهارده عن السوشيال ميديا. السوشيال ميديا يعني برضو خلي بالك الفتره الاخيره دي بان فيها عيوب كتير قوي قوي وشوفنا قد ايه الموضوع بيبقى فيه تحكم على السوشيال ميديا نفسها مع ان دي مفروض البلاتفورمز اللي انت بتقول عليها رايك. مظبوط. يعني يمكن انا مقتنع بمقوله ان السوشيال ميديا دي خلت لكل شخص ليه راي مع ان ممكن ما يبقاش عايز اسمع رايه اصلا للاسف. للاسف والله. دي حقيقه. فخلت بقت الاراء كتيره قوي والاكسبوجر كتير قوي بس مع كل ده هم برضه لما الموضوع يبقى جاي ليه علاقه بحاجات ضد المبادئ والعادات بتاعتهم او المبادئ بتاعتهم او كده يقدر يتحكم في صوتك. يعني دلوقتي بقيت انت مش متحكم في صوتك 100%. صح. بيتقفل عليك جدا. بيتقفل عليك جدا ويخليك تتكلم في اللي هو عايزك تتكلم فيه بس. بيوريك اللي عايزك تشوفه. دي حقيقه صح. يعني اكبر دليل على كده حاجات كتير قوي بنعملها مش بتتشاف والريتش بيقع علشان موضوع فلسطين للاسف. فبرضه دي حاجه تخليك مش احنا بس خلاص خالص ده الناس كتير طلعت اشتكت. فدي حاجه بتطلع تخليك طب اكمل في اللي انا بقوله بس صوتي مش هيتسمع ولا اتكلم عادي لمجرد ان انا يمكن افيد حد بحاجه تانية. فاهم قصدي. مش عارف يعني ايه اللي المفروض يعني نعمله بس هو من المؤكد ان السوشيال ميديا هي خلاص بقت جزء من حياتنا احنا ما نقدرش نستغنى عنه. صح. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي لو انا مش طايق السوشيال ميديا ومش عايز استخدمها فهمسح الابلكيشنز مع الموبايل. عامه دي حاجه مريحه نفسيا جدا بس انت جواك هتحس ان انت somehow كده منعزل عن العالم. في حاجه فايتاك. في مش عارف الدنيا ماشيه ازاي. مش عارف صحابك بيعملوا ايه. مش عارف ايه اللي بيدور في العالم دلوقتي. هل ده مطلوب؟ يعني خلينا ناخدها. طب خلينا اول نرجع كده. انت استخدامك لحس السوشيال ميديا اصلا عامل ازاي؟ يعني انت كسوشيال ميديا بقى احنا نتكلم سوشيال ميديا اللي هي فيسبوك انستجرام واتساب يوتيوب لو بقى لينكد ان حاجات ليها علاقه بالشغل تويتر الحاجات دي كلها. تمام. استخدامك انت نفسه للحاجات دي كده كلها عامل ازاي؟ يعني مثلا لو هناخدهم بالترتيب انا يوتيوب اول حاجه ده بجد يعني. اوكي. اللي بحب اتفرج على فيديوز وكده جدا. واتساب عشان نسينا التيك توك كمان. التيك توك ده بشع. يعني للاسف هو عندي على التليفون بس نادرا جدا بفتحه. بشع مجتمع. انا اسف بشع بجد. يعني انا برضو انا مش بحبه خالص. يعني في ناس تيك توكرز مشهوره كويسين وكل حاجه. مش مشكله التيك توك بالنسبه للمصريين ان هم فاهمين عنه انه ربح سهل فبيعملوا حاجات رخيصه عشان يجيبوا فلوس منه. فدي حاجه يعني مش يعني رخيصه. دي حقيقة صح. مع انك على فكره التيك توك كتيك توك هتلاقي عليه حاجات كويسه كتير. يعني خلينا طب يعني نرجع هنتكلم تاني على حته اللونج فورم فيديوز والشورت فورم فيديوز. بس خلينا نتكلم انت يعني انت التيك توك ما بتعديش عليه قليل لو افتح كل يومين 3 كده بتقرف واروح قافله تاني. الواتساب نظامه ايه معاك؟ الواتساب هو بعد اليوتيوب بحكم ان تكستنج على طول. تكستنج ابعت انا جاي ابعت لي صوره مش عارف ايه ابعت لي لوكيشن حاجات دي بس مش قاعد طول النهار كده تكست يعني مش بعمل كده خالص يعني. وانستجرام وفيسبوك حته بقى الريلز والبوستس والحاجات دي. على فكره انا كنت فيسبوك جدا قبل يعني لحد فتره قريبه. الفتره الاخيره بقيت انستجرام اكتر.
انا مثلا برضو عندي نفس الفكره. انا برضو بالنسبه لي انا اليوتيوب رقم واحد. انا برضو بحس اليوتيوب لسه فيه ميزه. تعرف في ناس اصلا ما عندهاش يوتيوب على الموبايل. في ناس ما انا عارف. لا دي ما حقيقه. يقدرش ان هو يشوف حاجه 6-7 دقايق يعني. بس انا بحس اليوتيوب الوحيد دلوقتي اللي بيديك الميزه ان انت تختار انت عايز تشوف ايه. جدا. يعني يمكن هو دخل شويه في حته الشورتس، بس لا لغايه دلوقتي انت بتشوف قدامك ليست اوف فيديوز وانت تختار انا عايز اشوف فيهم ايه. صح. يمكن ده مش موجود في اي حاجه تانية، الفيسبوك او انستجرام لو انت بقى الريلز بتقلب، التيك توك، الحاجات دي كلها بيبعطر. انت عمال تقلب ومخك بيروح يمين وشمال على حسب ما هو عايز يوديك فين. لكن اليوتيوب بحس لا انا عندي الكنترول نوعا ما. صح. على فكره انا هشوف ايه ومش هشوف ايه. صح. فدي جداً. برضو حاجه انا احترمها جدا في اليوتيوب جدا. مؤخرا برضو تويتر، هو تويتر مجتمع. نسينا تويتر. انا الصراحه مش تويتر خالص. انا بحس تويتر مش في مصر مش واخد لا يمكن الخليج اكتر. الخليج اكتر عندهم كمان. انا اعرف الخليج عندهم تويتر والسناب شات واعتقد دول. هو السناب ده انا عمري ما نزلته. ايه السناب يعني؟ السناب انا نزلت زمان بس ما فهمتش فيه حاجه ومسحته بصراحه يعني. بس هو برضو اعتقد زي فكره الستوريز، هو ديلي لايف، انت بتريكورد ديلي لايف كده بتاعتك بتاع مش ما اعرفش حتى الابديتس الاخيره عامله ازاي. نزلته من زمان قوي مثلا من 4-5 سنين ومسحته. مشهور اكتر من انستجرام هناك. ما هم هناك كلهم تويتر وسناب شات دول بالنسبه لهم دي حاجه اساسيه يعني زي ما احنا عندنا هنا شويه فيسبوك وانستجرام وتيك توك. مؤخرا التيك توك يمكن على كله بقى واحد يعني. الميدل ايست كله تيك توك جدا. دي حقيقه. صح. وبيمنعوه يعني بيحاولوا يمنعوه في امريكا علشان هم شايفين قد ايه الموضوع. دي حقيقه بيمنعوه بيحاولوا. كان ايام ما كان ترامب في الرئاسه كان عايز يوقف تيك توك ده خالص من امريكا كلها. عنده حق والله. لان بس انت لو خدت بالك ده الوحيد الابلكيشن الوحيد اللي مش امريكي. فهم بالنسبه هو صيني صح؟ صيني فهم بالنسبه لهم لا ده ان بقى اللي ممكن يحصل عليه بقى بلاوي. بس هو برضه في الاخر ما انتوا اللي بتعملوه بلاوي برضه بلاوي اكتر من يعني اللي بيتعمل هنا عادي يعني. فهي في الاخر صراع يعني حكومات وكده. بس هو احنا بنتكلم على احنا كيوزرز اكتر. انا مشكلتي مع السوشيال ميديا اولا انت عارف في احصائيه بتقول لك ان الفيسبوك بيخش عليه ديلي مش عدد الاكونتس بيخش عليه ديلي لايف يعني يوميا اليوزر 3 مليار واحد. يا نهار ابيض. يعني شبه نص الكوكب بيخش على فيسبوك. طبعا يعني احنا في بقى عدد اطفال وفي ناس مثلا في مناطق نائيه ما عندهمش انترنت ومش عارف دول برضو عددهم مش قليل. فلو مثلا جمعت الناس اللي عندها اكسس ان هم يعملوا كده وقارنت المستخدمين هتلاقي مثلا 80% منهم بيستخدموا فيسبوك. ده يعني ده معناه ايه؟ هل الموضوع ده مغري للدرجه دي؟ ماشي فكره التواصل الاجتماعي نفسها فكره التواصل هي حلوه. يعني فكره ان انا اتواصل معاه انا رايي ان هي كانت حلوه يعني كانت مبهره في الاول. صح. بس انا شايف برضو دلوقتي لا احنا وصلنا لمرحله انا المعرفه الزياده دي انا شايف ان هي بقت مضره اكتر ما هي بقت مفيده بكتير. اصل انت مش بتتعامل مع بني ادمين، بتتعامل مع اكونتس، بتتعامل مع موبايل بقى عجيزه وبتعامل مع مودز معينه من بني ادمين. يعني النهارده لما اخش على انستجرام بتاعك اكيد مش هشوفك وانت متضايق. فانا كل بالنسبه لي حس شايفه مبسوط وبيسافر وبيخرج وكل يوم في مكان مع ان انت ممكن الصوره وبين الصوره والتانيه سنه. صح. وفي نص بين الصورتين حصل لك مشاكل كتير وكنت مكتئب ومتضايق. بس انا كل اللي هشوفه لا ده حس هنا كان في اندونيسيا ودلوقتي في البرازيل وبكره وده مش حقيقه. يعني للاسف دي فعلا ما ده هيجيب لك انت شخصيا اكتئاب. ما بالظبط ما دي حقيقه فعلا. وفقدتك ثقتك في نفسك. انا شفت احصائيه بتقول لك اكتر بلاتفورم بيجيب اكتئاب للناس هو انستجرام. لان حتى يمكن الفيسبوك انت ممكن تقول انت متضايق عليه. انستجرام انت عمرك ما هتقول انت متضايق. انت هتنزل صور وانت متضايق. انت في الاخر انستجرام ده صور بس. فانا هفضل دايما بنزل صوري وانا مبسوط. يعني حتى انت لما تبقى متضايق مش عايز تصور. يعني انا مش عايز اصور انا متضايق يعني. بص هو انا بحس ان دايما السوشيال ميديا للاسف حطلنا قوالب معينه بقت حطلنا قوالب معينه عايزانا نقتنع بيها. فدايما احنا نسعى وراها. بمعنى ايه؟ ان مثلا البنات كلهم عايزين يبقوا الشيب بتاع الموديل الرفيعه اللي مش عارف عامله ازاي وهي اصلا فاهم شكلها مثلا من غير ميك اب صعب شويه وبتاع فبتخش تكتئب. يعني هي كمان وهي بقى مش واخده بالها ان دي فلترز وان دي قعدت 80,000 صوره عشان تطلع دي وان دي واخده بوز معين وعامله 100,000 فلتر وعامله 100,000 ايديت. صح. نزلوا اصلا حمله الممثلين بره بيتكلموا عن الموضوع ده. مش فاكر كان اسمها ايه تقريبا نو ميك اب او حاجه زي كده. ان هم كلهم بينزلوا صورهم من غير ميك اب علشان نوري للناس ان دي مش حقيقتنا يعني. انا بحب نشر اللوك جدا
يعني ان انا اشوف انا بحب الطبيعه، يعني بحب ان دي حقيقه، انا زيك جدا على فكره. بعدين الفلترز دي تخلي عينيها عامله كده، يعني باين قوي ان الشكل فيك، يعني حاجه غير طبيعيه يعني بحس قلبوا شخصيه كرتونيه، يعني قلبوا يعني مثلا واحده معايا، اي واحده مثلا بشوفها بشكل يومي ومعايا في الشغل كده مثلا او اي حاجه فبقى قاعد قدامها والاقي منزله صور مين دي يعني دي انت دي، يعني فاهم الموضوع بيبقى برضه مخيف شويه، اللي هو الشخص ده شكله متغير قوي على التليفون تبدا. فاكر زمان في فيلم شورت فانيلا وكاب احنا بقينا كده يعني يعني احنا فعلا بقى الموضوع، يعني شوف، ما كان هي افيه بس ده بقى الحقيقه، يعني ده بقى الحقيقه بتاعتنا دلوقتي. هو للاسف بقول لك القوالب اللي حطيتنا في السوشيال ميديا عايزه تبين لك ان النجاح هو انك تبقى رائد اعمال اسمها ايه، انتربرينور. ايوه هو ده النجاح، هو ده ان انت يبقى عندك والناس كلها ناجحه يور اون بيزنس. ايوه ودي حقيقه. البنت تبقى شكلها مش عارف رفيع ازاي، الشاب يبقى عامل عضلات وطول النهار قاعد في الجيم وبياكل هيلثي وبتاع. القوالب دي خلتنا احنا دايما بنسعى للكمال ده اللي هو مش هنوصل له، اللي هو انا قاعد بكرش دلوقتي قاعد بتفرج على شاب قاعد بيرفع وبتاع، وانا قاعد مثلا بشتغل شغلانه بتجيب لي مثلا مبلغ مش كبير، فقاعد متضايق طول الوقت، والاقي واحد بيقول لي انا بدفع مليارات مش عارف ايه ولازم تبدا مش عارف ايه، واحس الموضوع ده الموضوع ده هيقلب معاك بمرور الوقت باكتئاب وعدم ثقه في النفس جدا، وده الاهم جداً. وهيفضل دايما عندك احساس ان انا ناقصني حاجه، ده حقيقة دايما جداً. في حاجه ناقصاني. انا لو شغال احسن شغل، حتى لو انا مبسوط من شغلانتي، بس لا انا شايف في ناس شغاله شغلانات احسن، لا انا مبسوط من مرتبي وعارف اصرف على بيتي، لا ده في ناس بتقبض اكتر مني. لو انا مقتنع بصحتي، اصل على فكره فكره الجسم والشكل في الاخر انا شايف الناس برضو بتاخدها شكل، لكن هو الموضوع مش شكل، هو موضوع صحه. انا تفاهم جدا تيجي واحد يقول لي مثلا ايه، انت محتاج تلعب رياضه كل يوم علشان صحتك تبقى احسن، تمام هبقى معاك، لكن عشان شكلك يبقى احسن يا عم انا انت مالك، يعني حاجه في الاخر لا هتضرك ولا هتفيدك، حاجه نسبيه بالناس كلها بالظبط. يعني مثلا زمان اللي اعرفه ان كان البنات الاحلى التخان زمان قوي، يعني بالنسبه لي وما زالوا يعني بغض النظر بس بالنسبه لي وما زالوا والله، بس دي يعني هو فعلا بريفرنسز. انا يعني انا معجب انا بنبسط بشكل، انت بتنبسط بشكل، وفي الاخر الموضوع ما هو مش شكل. يعني هنعدي مرحله الشكل دي وهتخش بعد كده جوه البنات هتلاقي الناس فاضيه، لان هم كل حياتهم اهتموا بالشكل بس، ما اهتموش بقى ان هم ينموا نفسهم. لان معلش انا دلوقتي لو واحد بيقعد يقرا كل يوم ومثقف جدا وجواه ثقافه عاليه جدا، هل ده هيعرف يبينه على السوشيال ميديا؟ غالبا لا. فهيبقى بالنسبه فالناس دي كلها اللي بتهتم بشكلها بنسبه كبيره مش هيبقوا بيهتموا بالجوهر بتاعهم نفسه. بص يا اون، انا بحس تكمله لكلامك ان يعني most of people are fake on social media، معظم الناس متصنعين، صح. بتلاقي مثلا واحد مثلا انت عارف ان هو مثلا شخص مش متدين والموضوع عادي، فتلاقيه طول النهار بينزل ايات وصلوا على النبي والنهارده جمعه واقرا سوره، حاجات جميله لعل التذكره تنفع المؤمنين، ماشي انا فاهم، بس الريفلكشن بتاع الشخص بيعمل كده، انت لو انت مش عارفه على الحقيقه هتحس ان هو كده، صح. والعكس صحيح، يعني فاهم، يعني ممكن تلاقي مثلا شخص مثلا عميق قوي وبينزل حاجات تافهه جدا، فتحس ان هو تافه وتحس ان هو تافه، صح. شخص تافه قوي ان هو فاضي ومش فاهم حاجه، بس بيشير لك بوستات عميقه هو نفسه مش فاهم اصلا بتقول ايه. فالناس بتبقى على السوشيال ميديا اللي هي عايزه تبقى لكن مش حقيقتها. بس ده بقى عيبهم ولا عيب اللي بيتفرج وبيصدق؟ عيب الاثنين. يعني انا دلوقتي واحد تافه جدا وبنزل حاجات عميقه، فالناس شايفاني بمنظر معين. انت مفروض كواحد بتتعامل معايا تقدر تحدد اذا كنت انا فعلا شخص تافه ولا لا. ما هو ماشي، ما هو اللي بيتعامل معاك دول كام واحد من الفريندز اللي عندك؟ مش هيزيدوا عن 5%. طيب حلو قوي، ماشي. ما انا لو انا مثلا واحد بفولو حد معين، ما انا مش فارق معايا بقى الشخص ده اصلا، لو انا كده مش بتعامل معاه، وانا كل اللي بالنسبه لي ان انا بتابع شخص معين علشان الحاجات اللي هو بيعملها. انا مالي بقى هو في الحقيقه تافه ولا مش تافه، ولا بيعمل ايه غلط في حياته؟ يمكن استفيد انا، يمكن هو يعني انا فاهم برضه من الناحيه الثانيه، بس قصدي ان هو في الاخر انا هيفرق معايا ايه شخصيه اللي قدامي. هو كده فيك، بس انا باخد اللي انا عايزه. فاهم قصدك، يعني انا فاهم ده، بس انا مش شايف ان فيها مشكله، على قد فيها مشكله للشخص اللي هو انت يعني بحس ان هي فيها جزء من الانفصام كده. انا عامل عالم لنفسي بنيه، ايوه صح، وعايز اظهر بيه قدام الناس دي بشكل معين. فباي دايما بسعى ان انا افضل في الشكل ده قدامهم،
يعني حتى لو انا مش لاقي اكل وعليا ديون، فانا دايما لازم اظهر ان انا بلبس براندز، ولازم بتواجد في اماكن غاليه، صح. وبركب عربيات مش عارف ايه، وبسافر فين وبتاع. لكن انا كل ده اصلا البنوك فاهم كل يوم بتكلمني عشان ضيقانه بقى بيجروا ورايا فاهم. فدي مش حياتي، انا مش بهذا الغنى. صح. ده جاي من ايه؟ من ان انا شفت واحد بيعمل كده ونفسي ابقى زيه، فمش عارف تبقى زيه فبتصطنع. فانت دايما يا تفضل صح. داير في السعي عشان تكوب، يا اما بقى بتصب بالاكتئاب. انا مثلا واحد عنده 40 سنه، مش انا اصغر من كده عندي 30 سنه، فشايف واحد عنده 22 سنه معاه ملايين، طبيعي هكتئب. واحده مثلا متجوزه فجسمها تخن ومش عارف ايه وبقى معاها عيلين، فبتشوف واحده مامي وبتاع مخلفه 7 وجسمها مظبوط يعني، وكل يوم عيالها مش عارف بيعملوا ايه، والموضوع ايديال جدا. طبيعي هتكتئب، طبيعي صح. هتفقد ثقتها في نفسها. يا اما هتفضل بقى تفضل غير راضيه، ودي الازمه النفسيه الاعلى. بص السوشيال ميديا دي تاثيرها عامل بجد عامل زي المخدرات بجد. يعني في دراسات بتقول انه عامله زي تاثير الكوك بالظبط. هي تديك الدوبامين العالي. ايه اللي بيحصل لك لما بتشد لاين في الكوك؟ الدوبامين بيعلى جدا في جسمك، فتفضل حاسس بالنشوه ومبسوط. ده اللي بيحصل لك في السوشيال ميديا، ان انت بتفضل تتفرج على حاجات بتحبها، والالجوريزم بتاع السوشيال ميديا بيفضل يغذي الموضوع ده. فانت مثلا لو بتحب تتفرج على بنات، فهيفضل يطلع لك بنات كتير قوي. لو بتحب تتفرج على كوره يطلع لك كوره كتير قوي. بتحب تسمع اغاني يطلع لك اغاني كتير قوي. صح. فالدوبامين بيفضل يعلى 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 يعلى، وبعدين انت بقى في الاخر انت مين؟ ترجع بقى لحياتك اللي انت اصلا عارفها ولا اي حاجه. تصاب بالاكتئاب. الاكتئاب ده بيعمل ايه؟ بتنام كتير عشان تهرب من حياتك، وتاكل كتير عشان تعلي الدوبامين في جسمك تاني، وتاكل اكل بتحبه فتتخن. فلما تتخن وتنام كتير تصحى تعمل ايه؟ فتشوف الناس اللي عماله تمسك موبايلك تاني تفضل بقى في الدايره بتاعت المخدرات دي. صح. السوشيال ميديا مخدرات دوبامين بمعنى الكلمه. هو الناس تعرف ان هو بيقول لك ان الحته اللي لما انت بيقول لك بتشد لاين او بتشرب اي حاجه فيها مخدرات، هي بتلعب على حتت في الدماغ. هي دي نفس الحتت بالظبط اللي السوشيال ميديا بتلعب عليها. لما انت مثلا تنزل صوره ويجي لك لايكس كتير، ويجي لك شيرز كتير، ويجي لك كومنتس بوزيتيف كتير، بيحصل لك نشوه فظيعه، تحس ان انت شخص محبوب ومبسوط، وانا اهم واحد في الدنيا. والناس دي يعني الناس دي بتسكرول كده حواليك وماشيه، يعني ما حدش مهتم بيك لهذه الدرجه. بس انت السوشيال ميديا عرفت تزرع جواك ان انا هي دي بقى النشوه. فلما ترجع للواقع بتاعك هتصاب بالاكتئاب وعدم الثقه بالنفس، اللي هيؤدي حد بيقول لك السوشيال ميديا دي لما حد مثلا بيبدا يزهق منها وكده وعايز بقى يغير حياته وبتاع، فينقطع عنها فيسيب موبايله اسبوع اسبوعين. لما بيرجع لها بيرجع اصعب من الاول، يقعد ضعف الساعات اللي بيقعد عليها. مخدرات بالملي، نفس المخدرات بالظبط، نفس تاثير المخدرات بالملي. ده كل ده ليه بقى؟ عشان الناس بقى عايزه خلاص، عايزه تعيش في العالم الافتراضي بتاعها، وعايزه تنفصل عن الواقع المرير. ده مش هيحصل. كل ده الكونكلوجن بتاعه ايه في الاخر؟ عدم رضا عن حياتك. طب ده احنا كده اللي انت بتتكلم فيه ده بقى مشكله، فاللي جاي مشكله اكبر بكتير. فكره بقى الميتافيرس اللي بيعملوه، وان انا بقى هعمل لك شخصيه افتراضيه بيعلي اكتر، وهتروح تزور العالم كله وانت قاعد في بيتك وما بتعملش اي حاجه غير انت زي ما بتقول بتاكل وبتنام، ويعلي لك اكتر، يعلي لك فعمال يزود. صح. فانت يعني دي حقيقة. فكده الموضوع ده يعني فعلا السوشيال ميديا رايحه في اتجاه يعني مضر جدا لاي بني ادم، بشع بجد، قادر انه ينهي حياتك، انت عارف في ناس كتير انتحروا، في نيجرز بره انتحروا من اكتئابهم بسبب السوشيال ميديا، ان هم مش عارفين يوصلوا للحاله اللي هم عايزينها والكمال ده، فاكتئاب على اكتئاب على اكتئاب. في ناس بتنتحر لان هو حاجه طبيعيه. انت عارف بقى الازمه الاكبر ايه؟ ان انت مثلا لو متضايق على الفيسبوك فتبدا مثلا تشير حاجات سلبيه، تبدا تعمل ساد رياكشن ساد على فيديو حزين، فالالجوريزم يقرا على طول ان انت ايه؟ متضايق، فيبدا يتغذي الموضوع ده اكتر عندك، فتبدا تبقى حزين اكتر والله العظيم، ويبدا يطلع لك اغاني اصعب وحاجات حزينه، فتقوم تنتحر بقى فعلا. عايز تنتحر بتجوجل انك تنتحر ازاي، هيطلع لك الانتحار ده جميل وسهل. ليه ترمي نفسك في البلكونه؟ ممكن تاخد بيل مش عارف اسمها ايه وانت نفسك هتموت والموضوع يبقى لذيذ والله يعني رحت في حته بعيده والله العظيم. ممكن توصل لكده. انا بقول لك ان ممكن الالجوريزم يوصلك للحته دي، يوصلك لاقصى درجه انت عايز توصل لها. هو انا مقتنع ان كده الالجوريزم فعلا بيشوف انت بتحب ايه وبعدين في النص يديك حاجه كده ايه، يعني مثلا انت بتحب الكوره هيبدا يطلع لك كوره كوره صح؟ كوره يديك في النص موديل جامده،
ركزت معاه هيديها لك تاني، عملت سكرول هيديها لك مره، لو خلاص لا غير مهتم هيكمل بقى ايه، هيكمل في اللي انت بتحبه. وبعدين موضوع السوشيال ميديا انا عمال اتكلم. لا عادي لا بالعكس والله. يقول موضوع السوشيال ميديا برضو بتسبب ازمات نفسيه، لان انت ما بتبقاش في مود واحد وانت قاعد على التليفون. يعني انت مثلا قاعد شفت مثلا فيديو مضحك، حته من فيلم مثلا مضحك، فانبسطت وضحكت وبتاع، عملت سكرول لقيت حاجه عن فلسطين فاكتئبت تاني، عملت سكرول لقيت اغاني، عملت سكرول لقيت قرآن بعديها. كل دي مشاعر نفسيه مختلطه، اضطرابات نفسيه جواك. كان في فيديو كنت عملته قبل كده بيتكلم على موضوع الاتنشن سبان بتاع البني ادم. اوكي. الاتنشن سبان ده بيقول لك ان هو نزل من 20 ثانيه في 2012 لدلوقتي بقينا 8 ثواني وربع. الاتنشن سبان ده اللي هو قدره البني ادم على التركيز، على التركيز المتواصل. بيقول لك السمكه اللي احنا اصلا بيقول لك انت عندك ذاكره السمك دي، السمكه قدرتها على التركيز المتواصل 9 ثواني. فاحنا كبني ادمين بقينا اقل من السمك. انت ما بقتش قادر، وعلى فكره وتلاحظ ده في كل حاجه احنا بنعملها. اي حاجه دلوقتي انت بتحاول تعملها وتستهلك وقت طويل انت مش هتقدر تعملها دلوقتي. الشورت فورم فيديوز دي اللي هي التيك توك والشورتس والريلز والحاجات دي كلها خلت ان انت زي ما بتقول كده انت عمال تركيزك بيعمل يروح ويجي، شويه كوره وشويه خبر حلو وشويه اعلان مش عارف عن ايه، وعمال كل حاجه في مدتها دقيقه ماكسيمم دقيقه. ده في حاجات كمان 30 و20 ثانيه، معظم الناس ما بتكملش بالظبط 20 ثانيه و30 ثانيه، واللي هو على طول كل شويه تجي لك مثلا تتفرج على خبر للكوره، بعدين خبر عن فلسطين، بعدين خبر تاني عن مش عارف موديل عامله ايه، وبعدين خبر عن ممثل. فبقى تركيزنا نفسه ما بقاش قادر، ما بقاش فعلا مشتت. وتلاحظها جدا. جرب اعمل دلوقتي اي حاجه بتحتاج وقت طويل، جرب اقرا بجد. جرب لو انت مش هتقعد على القرايه جرب اقرا صفحه، مش هتقدر. انا عايز اخلص، انا عايز اقلب الصفحه، مش قادر اركز، مش عارف اعمل حاجه لمده طويله. فده بيأثر لازم فظيعه جدا، بيأثر جامد جدا. وبيقول لك فعلا الارقام دي مثبته، كانت مايكروسوفت هي اللي عاملاها، تقول لك ان احنا ده الانحدار الرهيب ده، يعني تقريبا هي كانت قبل 20 ثانيه كانت بعيد قوي بقى. يعني انت الانحدار ده حصل فيه، احنا كده بننحدر، يعني كده طبيعي بقى ان برضو الانسان البدائي مختلف عن دلوقتي، وبقى في استقرار، وفكره الثوره الزراعيه والكلام ده كله فخلت بقى في استقرار شويه عند البني ادم. فالسوشيال ميديا جت زي ما انت بتقول كده، بقت بترفع الادرينالين وبتغير، ودماغك عماله رايحه جايه ومشتته جدا. هي فعلا بترفع الادرينالين والدوبامين مع بعض جدا. على فكره الجسم ما بقاش فاهم ان هو هرمون واحد اللي هيتم افرازه دلوقتي. بالظبط. ايوه. انت فرحان اديك دوبامين، او انت خايف اديك ادرينالين. فانت دلوقتي شفت فيديو رعب فبدات تقلق، وبعدين رحت قالب على حاجه متحمس. بالظبط. بجد جسمك بيضطرب، الهرمونز جوه جسمك بتضطرب، بتتعب. ومخك زي ما بقول لك مخك نفسه مش قادر يستوعب. لو مره خد بالي موضوع مخك ده بجد جربها. يعني جرب كده، اقرا لو انت مثلا بتقرا 4-5 صفحات في اليوم. يعني نسبه قرايتي قلت جدا الفتره اللي فاتت وكل ده بسبب ومش القرايه بس، اي حاجه محتاجه تركيز لفتره طويله. يعني بجد اقول لك حاجه، انا وانا بقعد احضر للفيديوهات اللي بعملها، انا ساعات كتيره ما ببقاش قادر اقعد. انا مثلا بعمل ريسيرش لحاجه، بدور على حاجه معينه، وهو برضو يعني باستخدام الانترنت وباستخدام ساعات كتير السوشيال ميديا والحاجات دي كلها، بس ببقى عايز ان انا استخدام مفيد في الاخر، بس ما ببقاش قادر اقعد اقرا بقى ارتكلز وابص هنا واروح هنا، والاقي نفسي لا اراديا كده قمت. يعني مع ان انا المفروض اقعد اركز، ومثلا عامل قلت والله انا هقعد الساعه دي هقعد اركز فيها 10 دقايق بالكتير، والاقي نفسك قمت. يعني بجد دي حاجه انا لاحظتها في نفسي، ومتاكد ان هي موجوده عند ناس كتيره جدا. معظم الناس عندنا كانت بتحصل لي جدا. بس يعني طب انت عارف بيقول لك متوسط استخدام البني ادم للسوشيال ميديا يوميا 2 و25 دقيقه، يعني قول 2.5 ساعة يوميا. ده متوسط. في ناس من الصبح بالليل طبعا والله العظيم اعرفهم شخصيا ما بيسيبش التليفون من ايده، ما بيسيبش وهو حتى هو بياكل، والله هو بياكل قاعد بيشوف حاجات وبتاع، ما يسيبوش غير على النوم ويصحى يعني طبعا ده ادمان. ده 100% اعراض ادمان ما فيهاش كلام يعني. فانا بقول لك المتوسط 2.5 ساعة. طب منين ازاي يعني؟ دي برضه عايز اسالك انا عليها، عشان انا بجد ما عنديش تفسير ليها. ازاي الناس بيقعدوا كل الفتره دي على السوشيال ميديا وهم مش شايفين يتفرجوا على فيديو لمده 3 دقايق؟ طب بتقعد تعمل كل ده قاعد سكرول بقالك 2.5 بتتفرج 10 ثواني. انا برضو مش عارف التفسير المنطقي، بس انا عامه مقتنع. يعني انا مثلا انا شخص بحب اللونج فورم فيديوز، يعني انا بحب اتفرج على الفيديوهات الساعتين والثلاثه، وببقى يعني ممكن ما اخدهمش على مره واحده، وانا زي يعني 100% اكيد ممكن الوقت بتاعي ما يسمحش، بس بالعكس احب اوقف واكمل، وبالنسبه لي ده يمكن يكون فيه افاده اكتر. ايوه.
ومش مع فكره قوي التيك توك والريلز والحاجات دي كلها. متفهم ان في ناس بيحبوها، بس انا على المستوى الشخصي انا مش بحبها. بس يمكن يكون فكره ان انا ببص على فيديو بلاقيه ساعتين، ولو قررت ان انا اتفرج عليه فانا قررت بايدي ان انا اضيع الساعتين. لكن الناحيه التانية لو انا بشوف ريلز فانا عارف ان انا في اي لحظه هقوم، يعني انا مش ممسوك بحاجه. ممكن ساعتها نفس الساعتين يعدوا بس وانا بقلب، بس انا في دماغي ان انا ان كنترول. لكن الحقيقه ان انا مش متحكم في اي حاجه، ده انا عمال اقلب وهو عمال يشدني اكتر. ده يمكن ان انت تكون متحكم اكتر وتتفرج على فيديو طويل. ليه؟ لان انا عارف ان هو طويل ومقدر قيمه الوقت اللي هبذله في الفيديو ده. يعني انا دلوقتي شفت فيديو ساعتين وقررت ان انا عايز اشوفه، فانا عارف ان هو ساعتين، فلما افضل شويه بتفرج عليه وابص الاقي عدى نص ساعه، طب هوقف دلوقتي واكمل، لان انا عرفت ان عدى نص ساعه، فعرفت ان في نص ساعه ضاعت. لكن التيك توك، هل انت عمرك عديت انت شفت كام واحد ورا بعض؟ صحيح. هل عمرك شفت كام ريل ورا بعض؟ كل ريل دقيقه، ممكن تعدي على 30 40 دقيقه 40 ريل وانت مش واخد بالك، وتلاقي ال 40 دقيقه عدوا وانت مش واخد بالك. عمرك ما هتقدر تحسبها، عمرك ما هتقدر تشوف ايه اللي انا الوقت اللي انا استهلكته في الحته دي. خليني بقى اسالك سؤال تاني، نرجع بقى من كل ده، كل الكلام ده انا شايف ان هو جميل جدا. احنا كده كده مش هنبطل السوشيال ميديا. ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها تساعدنا اكتر في ان احنا نستخدمه احسن؟ يلا بينا.